خسارة الريال مدريد من ليفربول بهدف دون رد. تعالوا خلينا نسولف عن المباراة شوية. نبدي من الحارس كورتوا، قدم أداء ولا أروع يا رجل المباراة، والشوط الثاني كان بعد أفضل لولا الحرة ورأسيات ماكليستر. احنا أصلا فاشلين بالكرات الثابتة سواء كانت لصالحنا أو ضدنا، يعني شو كنت راح نصير براسنا خير والله ما أعرف. بالنسبة للدفاع كارراس وميليتاو كانوا هم الأفضل من ناحية الدفاع، يعني محمد صلاح اليوم ما شفته نهائيا بالمباراة. باقي اللاعبين كانوا كلهم فاشلين بدون استثناء، يعني قبل المباراة ما أعرف شنو كانوا شاربين ما أدري، يعني لا أداء لا تمريرات لا حتى ما شاتوا على الحارس مال ليفربول، حتى ما شاتوا عليه. يعني ليفربول طبق عليك الضغط العالي، ما خلاك تعرف تطلع بالكرة. الجهة مال كامافينجا كانت ميتة اليوم، الجهة اليمنى كانت ميتة، أخطاء بالجملة. الضربة الحرة اللي اجى منها هدف كانت خطأ من بينيكام، يعني هدف بلا سبب. يعني اليوم بالنسبة لي المباراة ضد ليفربول وكورتوا بس، ليفربول يشوت كورتوا يصد، ها هي بس. فينيسيوس ما أعرف معاه دوية برادلي، إلا أراوغه بود عوف، لا إلا أراوغه بوي عوف مدمر دمار، ما خلاك تعبر، لا إلا عبره إلا أراوغه. تلعب ويا الفريق بابي الثاني، قلنا لك رد الثار أبد، ولكنه اليوم مختفي ولا شفتك. بس الشوط الثاني بعد الهدف اشتغلت شوية وطفيت. ليفربول اللي بداية الموسم يقدم تلوث بصري، اليوم قدموا أداء ونتيجة. الريال لا يعرف يضغط، يعرف يخرج بالكرة نهائيا. نجي للتبديلات، يعني شاب ألونسو تشوف اللاعب مو زينين وتعبانين، الفريق كله طافي، يبدل شيء تاني. يعني والله ما أعرف المدربين بوقت المباراة الحاسمة والمباراة القوية ليش يصيرون فاهين. بكل حال ريال مدريد يستحق الخسارة، وليفربول كانوا الأفضل من كل النواحي. بعد البطولة ما خلصت، وبعد 4 مواجهات، ونتأمل خير إن شاء الله. هارد لك ريال مدريد والقادم أفضل.